السلام عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا بشي ناس لاباس عليهم داخلين لواحد المسرح كيتفرجوا في واحد العرض ودايرين بزاف ديال الحراس. واحد فيهم كيشوف واحد الصباط من تحت الخاميه، كيمشي يشوف شكون، كيجي واحد من موراه وكيضربوا لظهره وكيطيحوا. كيمشي للحراس الاخرين كيضربهم حتى هما، حتى كيوصل عند واحد الراجل لاباس عليه بزاف، كيعرفوا باللي جاي يقتلو وكيعرض عليه ثلاثه ديال الاضعاف ديال الفلوس اللي عاطينه باش يقتلو. ولكن يوسف كيرفض وكيتيري فيه. المراه اللي حداه كتشوف هادشي وكتهرب وكيتبعو شويه، كيحس بالدوخه. كيبان القائد ديال الامن كيرونه حتى هو. من بعد ما كيلقى المدير ديالو مقتول كيتبعوه البوليس وكينقص في المسرح. ترونات الوقت وبنادم هرب. واحد خيتي خدامه تما كطيح، كيجي يوسف كيهزها من تما ويخرجها. موراها كتجي ثاني الدوخه، كتبدا تسولو البنت مالك، كتمشي تجيب ليه الماء كتلقاه مشى. كيبان صاحبنا وصل لدارو اللي داير فيها الليزر على قبل الحمايه، وكيلقى باللي نسى التليفون البنت في جيبو. نهار الاخر كيمشي عند الطبيب باش يعرف مالو، كيدوز ليه الطبيب وكيقول ليه بلي راه ما عنده والو، وهاد الدوخه هذه اللي كتجي غير بسبب الضربات اللي كيجيو في راسو. كيمشي للمكتب ديال الرئيس ديالو كيعطيه رزقو ديال العمليه. موراها كيمشي عند البنت باش يعطيها التليفون ديالها. خوتنا كتشكرو وكتعرض عليه العشاء وكتعطيه نمرتها. في الليل كنشوفو كيتعشى معاها، وهنا كتطور العلاقه بيناتهم وكيولوا يدوزوا الوقت بزاف بجوج. كيمشي عند الرئيس ديالو كيقول لي انا بغيت نخرج من هذه الخدمه، وكيعرض عليه هو ومراته الحفله اللي دار الميزي حيت هو ما عندوش صحاب اخرين. وهما في الحفله كيقول لي الرئيس ديالو من الاحسن تصارحها وتقول ليها فاش خدام باش تبقى الثقه بيناتكم وما تخسروش بعضياتكم من بعد. كيدوزوا شي ايامات وكيمشي باش يشوف النتيجه ديال التحاليل اللي دار. كيصدموا الطبيب هنا وكيقول لي بلا راه عندك واحد المرض خطير، ومع الوقت العقل ديالك ما غيبقاش خدام مزيان بحال الاول وممكن تصاب بالعمى. يوسف كيسولو واش ما كاينش شي علاج، كيجاوبوا الطبيب للاسف ما كاينش. كيسولو تقريبا شحال هي المده وغيبداو يجيو هاد الاعراض، وكيجاوبوا الطبيب وكيقول لي 3 شهور. خونا كيخرج كاعي، كيوصل للدار وكيبدا يقلب على الاعراض ديال هاد المرض وكيلقاها خطيره وكيهز السلاح وكيبغي ينتحر. وكيشوف تصويرته مع ميزي تما كيحيد السلاح. كيفتح واحد الخزنه وكيجبد منها الفلوس والسلوحات وكيمشي لوحهم في البحر. كيمشي عند زافي الرئيس ديالو وكيقول لي بلي راه بغا يدير واحد العمليه تصفيه مقابل 2 مليون ديال الدولار. كيسولو كيقول ليه شكون هذا اللي حياته ساوي هاد الثمن، كيقول ليه انا، وكيعاود شنو واقع عليه وباللي التامين على الحياه كيساوي هاد المبلغ هذا اللي بغا. وكيقول ليه بلي انا غادي نشوف شي حد يقتلني باش ميزيد تاخذ الفلوس. زافي كيقول ليه غنمشيو نشوفوا كاع الاطباء اللي كاينين وضروري غيكون علاج لهاد المرض اللي عندك انت. صاحبنا كيقول ليه ما كاينش وقال ليه انا بغيتك تعاوني، ولكن زافي كيرفض وكيقول ليه انا ما غنعاونكش في شي حاجه بحال هكا. كيمشي عند العدو ديالو كيقول لها على شنو باغي منها وباللي هادشي غيكون مع 12 ديال الليل، وهي كتفرح وكتوافق حيت هي هادشي كانت كتسناه من شحال هذا. كتختار واحد العصابه كوريه ومعها شي 2 خوت باش يقتلوه. كيبان جوزيف كيتسنى في ميزي، كتخرج عنده كيقول لها بلي باغي يسافر وخاصو شويه ديال الوقت ويقدر ما يرجعش كاع. كتقلق منه اختنا وكتفهم بلي باغي يتفك منها. كيمشي للدار كيخلي الباب مفتوح وكيبدا يسجل في واحد الفوكال. الميزي كيعاود ليها فيه كلشي وباللي فاش غتسمعو غيكون مات، وهو دار هكاك غير حيت كيهتم بها بزاف. شويه كيصوني ليه الطبيب كيقول لي بلي تغلطوا ليهم التحاليل ديالو مع واحد الراجل وراه مات وهو راه ما عنده حتى شي حاجه. صاحبنا هنا كيفرح بزاف حتى كيتفكر بلي راه غيتقتل دابا. كتوصل العصابه كيخدم جهاز الليزر كيلوح واحد القنبله حدا الباب. كتدخل العصابه كيهضر يوسف وكيقول لهم بلي راه العمليه تلغات وخاصهم يمشيو في حالاتهم. ولكن هنا الرئيس ديالهم غادي يحقرو وكيبدا كيضحك وكيقول لي واش حنا مسالين لهاد اللعب ديالك. كيدخل الاول كيشدو يوسف كيعطيه قتله ديال العصا وكيهرس به الزاج. كتبعوا البنت كيدوز لها عنقها من فوق الزاج وكيذبحها به. كينوض هذاك خونا الثاني كيشدو كيهرسو من ركبته. كيصيفط ليه واحد اخر حتى هو كيصفيها ليه. اللي جا ما كيعطلوش. ملي كيشوف الدنيا هنا شويه كيصيفط واحد البنت هي الاخرى باش تهاجمو حتى هي. كيشدها يوسف كيعطيها واحد الضربه لفمها كيطير لها كاع سنانها وكيلوحو من الرئيس وكيقول ليه من الاول قلت لي سير في حالاتك وخلينا هانين. السيد كيجبد السلاح ديالو كيشير عليه صاحبنا بالسلاح اللي كانت هازه البنت وكيقسم ليه راسو على 2. كيصوني لهذيك اللي اتفق معاها وكيقول لها بلي هذاك اللي صيفطات ليه باش يقتلو راه صفاها ليه وهذا الاتفاق راه تلغى. كتجاوبوا باللي هو راه قتل باها، وهنا غادي تكون كشكشات وباغا تنتقم وغتخلي كل قاتل في اوروبا يتبعو. من بعد هو كيصوني الميزي كيقول لها غنصيفط لك الفلوس وخاصك تمشي لمدينه اخرى، وملي غادي نسالي غادي نعرف انا فين غادي نلقاك. كيخرج قدام واحد خونا موطور كيقول له يوسف فينا هو خوك الاخر. كيقول لي من وراه كيهجموا عليه كيطيح وكيعاود ينوض يتخبى حتى كيقرب ليه واحد وكيضربو بحديده وكيشتف عليه كيقتلو. خو الاخر كيتعصب كيهجم عليه ولكن كيطيحو من فوق الموطور وكيديه ليه. خوتنا اللي مصيفطاهم كتوصل الاخبار وكتزيد في الجائزه باش يقتلوه. كيمشي صاحبنا عن زافي داوي من الجروح اللي فيه وتما كيطلب منه يوصل الفلوس لميزي ويعطيه شي سلاح. كيعطيه شي قنبول حيت هو اللي عنده باش يديباني بيه. كينزل واحد العزوه في المحطه ديال التران كيهضر مع اختنا تما كتفق معاه باش يصفيها ليوسف وكتقول ليه غنصيفط لك واحد الولد يعاونك وكتصيفط ليه حتى العنوان ديال ميزي. موراها كتبان ميزي كتجمع في حوايجها وهما كيراقبوها. مع كتخرج كيوقف على العزوه كيبغي يوصلها وما كتبغيش هي كتبغي تبدل الطريق. كيوقف قدام هذاك الولد كتعطيه واحد 2 ديال الضربات وكتبغي تهرب
وكيعطيها العزوه با كيطفيها كيهزها على كتافه وكيمشي. في الصباح كتوصل شي هضره لانطونيت بلي يوسف غيهرب من واحد البلاصه، كتقول لي جمع القتاله كاملين حيت بان لي خونا يوسف بان ليه بنادم قليل هاد المره غادي نصدمو، ولكن في الحقيقه راه هذه هي الخطه ديال يوسف باش يتهنى منها في خطره. كيبان العزوه غادي للبلاصه اللي غيهرب منها يوسف كيقاد القنابل وكيتسناهم في واحد الدار. غيوصلوا اول جوج جايين من فرنسا باش يقتلوه، مع كيدخلوا من الباب كيلوح لهم القنبول كيطيحهم للارض، كيجي لهم ولكن كيهزوا واحد فوق كتافه، الاخر كيطلع للسما ويعطيه كيضربوا مع واحد التيمتال. صاحبنا كيشوف هادشي ما خدامش معاهم، كيلبس واحد اليد ديال الحديد ويلا كيبداو التشلاح، كيضربوا كيطيحوا، كيجي الاخر ولكن كيبان صحيح على والو، كيبقى شاد معاه شويه حتى كتجي الفرقه الثانيه وفيها جوج بنات ومعاهم سلوحات. كنرجعوا عند يوسف كيودع جوج الاولين وكيجر واحد القنب، كيتيريو فيه دوك جوج بنات، كيبقى مخبي بداك خونا وكيتيري حتى كيخوى السلاح. كتقرب منه وحده كيلوح لها قنبوله وكيهزها وكيشير بها على البنت الاخرى وكيضربهم بواحد السلاح اللي من القوه ديالو كتلوحو. كيلقى راسو تحت واحد خونا وكيخدم شي مزيكا في ودني وكيبدا يتقاتل هو وياه بطريقه بهلوانيه، ضربه هنا وضربه ليه حتى كيلوحو يوسف وكيطيحوا له الكيت من ودنيه وكيتعصب وكينوض. كيكملوا هكا حتى كياخذ كل واحد سيف، وفي هذا الوقت كان العزوه وصل للدار كيخلي خونا في الطوموبيل وكيدخل. كيبان خونا منوضه مع يوسف وكيهز السلاح وبدا يتيري فيه، كيهرب ويتخبى ورا واحد الطابله اللي كان داير فيها الفخ ديال القنبوله باش يفجر خونا. كيصوني التليفون كيقول ليه العسوي باش يسلم راسو، كيرفض وكيقول ليه تلقى لهادشي اللي جاي. هنا كيبانوا واحد الجنود داخلين للدار كيتفضوا وكيكون يوسف كيراقب فيهم وكيشعل فيهم العافيه. كيبقى القائد ديالو مع شي جنود قلال كيعاود يفجر قنبوله وكيمشي للبلاصه اللي جا منها الصوت. كيبان صاحبنا شاد واحد العسكر كيصفيها ليه وكياخذ السلاح ديالو وكيقتل جوج جنود اخرين وكيخرج من الدار وكيلقى العزوه قدامه وكيسولو على ميزه وكيقول له خذني انا في بلاصتها. كيجبد التليفون كيصوني لصاحبه باش يجيبها حتى كتجي الطوموبيل من مورا وكتضربه وكتكون فيها ميزي كتحل الباب ليوسف باش يركب وكيهربوا. كيخرج القائد كيتيري عليهم ولكن كيكونوا مشاو وهما في طريق كيشرح لها شنو واقع والبلان ديال المرض ديالو. كتسولوا على الخدمه ديالو كيقول لها الصراحه وبلي راه تقاعد، وكتقول ليه هي ما باغاش تولد ولد ويكون با قاتل ماجور وباللي هذا هو الخبر اللي كانت غتقول ليه. كتفقد الوعي كينزل من الطوموبيل كيشوف مالا كيلقاها مضروبه برصاصه في عنقها، كيهزها كيبقى غادي واصل للغابه حتى كيوصل لواحد البلاصه. كيجي عندهم واحد خونا باش يعاونهم ولكن كتفيق حتى الرصاصه غير جرحتها. تما كيعرض عليها الزواج وكيقول لها حنا في هذه البلاصه وكاين العدول حتى هو. كتوافق بطبيعه الحال وكيبداو المراسم. كيجي العزوه كيقول لهم انا ما موافقش حيت ما عرضتوش عليا. كيتيري كيضرب العدول كيشير على يوسف بقنبوله، كيتخبى وكيمشي للجنود اللي جاو وكيبدا يتيري فيهم. كيضرب الاول وكيدوز للثاني، كطيح منه واحد القنبوله وكتنفجر. من موراها كطيح واحد الحديده على العزوه. كيخرج يبغي يضرب القائد وكيحس بيه كيقول لي القصه ما غتساليش حتى تقتل انطوانيت حيت مازال غتعاود صيفط اللي غيقتلك. وهو كيهضر كتيري فيه ميزيل للراس. كيشكرها وكيخرجوا من هنا. انطوانيت كتكون عارفه هادشي اللي واقع وكتجمع حوايجها باش تهرب وكيجي عندها زافي كيقول لها باللي هي فاش وظفت المرتزقه باش يقتل يوسف راه انتهكات القواعد وكيتيري فيها للراس كيقتلها. ومن موراها بشيامات كيمشيو يديروا العرس ديالهم. وهنا كيسال الفيلم ديالنا. الى عجبك ما تنساش لايك سبسكرايب. تهلاو.